الخبر عن حكي عن شيكابالا بقى. شيكابالا. هو شيكابالا في كلام عن العرض بتاع نابولي. شيكابالا لكن طبعا زي ما الناس عارفه كلها هذا العرض غير رسمي. غير جاد. الكلام عنه انه شفهي او بقائي. لكن الناس عارفه، او زي ما كتب وزي ما حضرتك قلت امبارح، هو المبلغ يعني اللي اتقال شفهي عن طريق الراجل اللي جايبه وليس بورق موثق، رغم انه اداره الزمالك يعني من حيث المبدا وافت عليه دون ان تدخل في تفاصيله. وعلى فكره لو تمت هذه الصفقه الغير واضحه المعالم والتي لم يرد بشانها امر محدد وواضح، هتحل مشاكل كتير جدا جوه نادي الزمالك. يعني الزمالك في حاجه شديده جدا انه فعلا ال1,800,000 يورو اذا كان صحيح هيحلوا مشاكل لعيبه ما خدتش مستحقات، وهتحل مشاكل احمد الشناوي اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ان احمد الشناوي في خبر عندي تاني انه تامر النحاس بيقول ان الصفقه في مهب الريح. هي مش في مهب الريح ولا حاجه، لان هو الاتفاق كان هياخد شيك بنص مليون جنيه بعد ما تم التوقيع. طبعا العقد لم يعتمد بشكل نهائي من النادي المصري لان اللعيب ما خدش الشيك الاولاني، لكن حسب معلوماتي انه مع بدايه الاسبوع اللي جاي او قبل ما مرور نصف الاسبوع هياخد فلوسه احمد الشناوي. طيب هو السؤال بقى هنا يا استاذ فتحي، واحب بعد كده اسمع تعليق الاستاذ سيف. يمكن اتناقشت انا امبارح في الموضوع ده في مساء الانوار، وزي ما حضرتك تفضلت دلوقتي انه عرض غير رسمي وامر غير واضح واخره. كيف يمكن ان يعرض هذا الامر على مجلس اداره نادي الزمالك ثم يتخذ قرار داخل مجلس الاداره بعد التصويت بالموافقه على هذا العرض وسرد بنوده كما لو كان اوفر حقيقي؟ اعلم يعني ان مثل هذه الامور عندما تعرض في مجلس اداره ويتم التصويت بيكون هناك عرض رسمي وامر محدد، وعندي خطاب اوفر مش ريكويست، وبالتالي الامور تبقى واضحه وضوح الشمس. يعني كيف تدار مثل هذه الامور؟ هي الموافقه يعني من حيث المبدا، يعني المجلس خد الموافقه من حيث المبدا على اساس انه ممكن تيجي مثل ده. انا بفسر هم خدوا ليه. انا طبعا مش لا، ما هو كلمه اصل يعني الجمله نفسها يعني الموافقه من حيث المبدا على ايه؟ يعني انا ما عنديش اوفر على استكمال العرض لو جه بشكل ده يعني اتخذ قرار مجلس اداره. وافق مجلس اداره بالاغلبيه على عرض نادي نابولي، والذي ينص على اولا كذا بالنسبه للنادي اللي هو 1,800,000 يورو، ثانيا اعتقد 800,000 يورو او مليون حاجه زي كده. أيوة. 1,300,000 للاعب، وبعدين 100,000 يورو ومباراه وحجم اللي رايحين 35 فرد. والموضوع ملوش وجود على الاطلاق. كلام غير طبعا منطقي. كلام يعني نوع من وبعدين ينزل على الموقع الرسمي بتاع النادي. ما هو مجلس الاداره ياخد قرار. لازم هينزل. مجلس الاداره بياخد قرار. والاستاذ ممدوح عباس قال لهم انه خلص، وان هيجيب الراجل رئيس النادي وهو مخرج سينمائي او منتج سينمائي وهيحضر هنا، والحكايه والروايه. هي المشكله في ايه يا استاذ فتحي؟ هو الكلام ده لو هذا الكلام يترجم الى كلام رسمي يا ريت بالاوراق يبقى كلام المجلس مظبوط. يا ريت كلام المجلس مظبوط. لكن اما وان كان كلام لن ينتهي الى. وبعدين هو السؤال هنا برضو يعني ما هو نفس الحكايه. ما هو اعاره شيكابالا زي اعاره سعد الدين سمير. طب انت بتعيد شيكابالا، فين شيكابالا؟ لا، قالوا امبارح ان هو اتصلوا بيه وان هو رحب ووافق واوكي وجاهز. فين هو شيكابالا يعني؟ اجتمعوا بيه هو الاستاذ عمرو الجنايني والدكتور اجتمع جورج. بيه جثث ولا اجتمع بيه تليفونيا؟ يعني ايا كان بقى. هو الكابتن ابراهيم يوسف عضو مجلس الاداره قال ان اتصلوا بيه واتكلموا معاه والولد فرح جدا. الحقيقه احنا بنتكلم على شيكابالا، هو اجتمعوا بيه رسمي قاعده ولا تليفون كاميرا؟ وكنت بتكلم عن اوباما. يعني هل وصل لشيكابالا الامر داخل نادي الزمالك انه رئيس النادي او اعضاء مجلس الاداره مش عارفين يقعدوا مع لاعب كره؟ ده امر برضه غريب قوي. ما هو اللاعب يعني متمرد منذ الحادثه التاريخيه اللي عملها مع حسن شحاته. ومش عايزين نخفي انه في مشكله فعلا، من انه شيكابالا ليه مشكله مع الجهاز الفني، وانه في مشكله داخل نادي الزمالك بسبب شيكابالا، وانه مساله اعاره شيكابالا يمكن ان لا تنتهي بالاعاره، وان شيكابالا يمكن ان لا يغادر مصر اصلا على الاطلاق. طب الحل؟ وربما تكون هناك بعض الخطوات اللي فيها نوع من الكلام والاثاره والجدل ولازم انه حتى تنتهي على فشوش ويبقى شيكابالا ثم
تكون هناك نوع من المعاملات مع الجهاز الفني عشان يقعد شيكابالا. طب ده انا مش هقول غير الكلام، فتره الاعداد بدات وهو انا مش هقول غير الكلام الاصول اللي انا بقوله ده. نعم. فكل ده ممكن يكون فيلم كده من الافلام المرحله الحاليه، لكن شيكابالا هيخرج للاعاره فعلا. انا واحد بقدر اقول لك ان انا يعني ليست لدي قناعه بان هذا ما يجري سوف ياخذ شكله الشرعي. يعني ده مجرد كاموفلاج مع اللي انا شايفه كده. اللي انا شايفه كده. طيب خلينا انا بتكلم دلوقتي شاب جميل قوي اسمه هيثم عرابي، بكلمه دلوقتي، هو معايا على الهوا من امريكا، هو محرر موقع كوره، وهو اللي عمل اللقاء الصوتي مع، خلينا نسمع منه. هيثم عرابي، مساء الانوار يا هيثم. مساء الخير كابتن مدحت، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين والكابتن فتحي وكابتن محمد. اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك يا هيثم. الساعه كام عندك في امريكا دلوقتي يا هيثم؟ الساعه دلوقتي 6:03 الفجر. لا اتصلت المغرب. بعد الظهر. طب الحمد لله، توقيت حلو بالنسبه لك يعني. طيب قول لنا ايه موضوع شيكابالا ده يا هيثم؟ الموضوع ده لو حضرتك ترجع من 3 أسابيع بداوا يتكلموا فيه في مصر، وطلع في ان في كلام على نابولي. كتبت، رحت سالت اياميها برضو نابولي. انا رحت عن طريق في وكيله ايطاليه هو شيكابالا ماضي معاها في ايطاليا عن طريق سمير عبد التواب. اياميها رحت اتصلت بيها وقلت لها ان في كلام على نابولي. قالت لي انا اللي معايا التخطيط وما فيش الكلام ده. وما فيش الكلام ده. لا قالت لي ان هي اتكلمت معاهم وقالوا ان هم يعرفوا شيكابالا، ولكن ما فيش، هم ما طلبوش شيكابالا. عدى الوقت وطلع في مصر ان في عرض لشيكابالا. اتصلت، جبت نمره ريكاردو مستر كاردو واتصلت بيه، والراجل نفى تماما. لو حضرتك لاحظت الصوت نفى تماما كليا ان في اي حاجه، حتى هو استغرب. يعني هو في نهايه المكالمه قال لي دي 3 مره يعني نفس الناس تتكلم عليها. وانا بقول لحضرتك لو انت النهارده، والحاجه اللي تحزن جدا يا كابتن مدحت، لو حضرتك اي حد في مصر يخش على جوجل ويكتب شيكابالا بالانجليزي وجنبها نابولي، شوف حضرتك المواقع الايطاليه عامله ايه في عن الموضوع، وتريقه واسلوب مش لذيذ. وده طبعا عشان الكلام ده مش حقيقي للاسف الشديد يعني. يعني بيتريقوا علينا. لا مش بيتريقوا علينا، بيقول لك ان القصه اللي مش حقيقيه. يعني ازاي نادي يطلع يقول ان احنا موافقين على عرض مش موجود اساسا؟ وبعدين انا هسال حضرتك سؤال، يعني ازاي هو في نادي بيعلن عن حاجه ونادي ثاني ما اعرفش عنها؟ وبعدين معلش انا سمعت حاجه برضو يعني من الحاجات اللي اتقالت ان العرض جاي بالدي اتش ال. انا اول مره اسمع عنها على فكره. في اوروبا او في اي مكان لو هتبعت حاجه بالدي اتش ال بيبقى العقد الرسمي اللي بيتمضى، مع انك برضو بتبعته بالفاكس، لكن مش العرض نفسه اللي هو راح للنادي اول مره. ما اول مره اشوفها بصراحه يعني. طيب انا معايا التسجيل اللي انت عملته جاهز يا جماعه؟ معاكم الصوت بتاعه؟ طب سمعونا، خليك معانا هيثم معلش، سمعونا. انتوا عملتوا معاه باللغه الانجليزيه ها؟ طبعا. طيب نسمع. الزمالك of Egypt, they said that officially they accepted your offer for Shikabala to play on Napoli. They announced right now officially they received an offer from you for almost €1,800,000 to buy Shikabala and they accepted. Hold on a second. No. Obviously no. I didn't send any offer. Did you guys have any interest in a player? No, not at all. It's just something's bullshit. Journalist thing. I'm not interested at all. يعني طبعا احنا سمعناه بوضوح نو، لكن واضح سؤال هيثم ان انتوا عرضتوا مبلغ كذا كذا على شيكابالا وهو قبل، فقال له نو. انا بس يمكن الصوت مش واضح شويه لكن واضحه جدا. الراجل ده ريكاردو ده المدير بتاع النادي يا هيثم. ده المدير الرياضي. وعلى فكره يا كابتن مدحت لاي حد طبعا يعني بيتكلم اللغه الانجليزيه لو ركز في الكلمه الاخيره او انا قبل ما اقفل، للاسف الشديد هو قال لفظ انا طبعا ما كانش ينفع احط في الكتابه لان ده مش اسلوبنا في الكتابه، ان هو راجل كان فيه فرستريشن شويه، كان فيه عارف يعني خلاص الموضوع هو اتخنق منه ان احنا اتكلمنا فيه كذا مره وان الكلام ده مش حقيقي. وانا بقول لحضرتك مره ثانيه يعني في فرق. انا برضو سمعت ان في تفويض من النادي الايطالي موجود في الزمالك او راح لنادي الزمالك. ممكن اسال حضرتك سؤال يا كابتن؟ اتفضل. ازاي النادي الايطالي عارف ان كريستينا هي الوكيله اللي شيكابالا بقى لها 3 شهور ومعاها تفويض رسمي لحد 31/8 وهيروح يتعامل مع حد ثاني مع انها ايطاليه ومع انها راحت النادي الاول ومن فتره؟ لما التفويض ده طالع مش طالع من النادي الايطالي، طالع من وكيل.
لو هو طالع من النادي الايطالي هيبان جدا في الورق، لو هو طالع من وكيل ايطالي ده ملوش علاقه بالنادي، وده ما ينفعش الزمالك يتعامل مع حد ما يعرفوش، ده مش نادي. بالظبط يا هيثم، بالظبط. يعني اولا انا بحييك يا هيثم على احترافيتك ومهنيتك، وشيء محترم وجميل ان احنا عندنا شباب مصري كده بالوعي والقدره الجميله دي انه يكشف الحقائق للراي العام. بشكرك يا هيثم. شكرا يا كابتن. اشكرك يا حبيبي، اشكرك هيثم عرابي. الحقيقه يعني كان امبارح معايا الاستاذ خالد عز الدين الكلاوي، كان معايا امبارح واشاد جدا بهذا الشاب اللي هو هيثم عرابي، وقال انه من الشباب الواعد جدا. انا اصريت النهارده ان احنا نجيب تليفونه، وقلت للاستاذ ام عاطي لازم تجيب لنا التليفون، جاب لنا، وحبيت اسمع الناس المكالمه علشان ما حدش يفتح بقه. لان امبارح انا دخلت شاب اسمه محمود نصار او حاجه زي كده، قيل ان هو ازاي نادي الزمالك مع كل الاحترام يكلف لجنه تقعد مع، اولا هو لا معاه وكاله ولا معاه اي حاجه ولا في اي حاجه، هو اللي جايب العرض، وهو اللي جايب العرض. بقى ايه بقى ايه وازاي واتمنى اي حد من اللجنه، اطلبوا يا جماعه اي حد من اللجنه، رافضين يردوا. اي حد عايز يتكلم اطلبوا الاستاذ معاطي على موبايله على طول، لان هو اتصل بيهم كلهم ما حدش راضي يرد. يعني انا هروح للاستاذ سيف بعد اذنك. يعني انت بتقول ان هو شيكابالا قاعد مع الاستاذ عمرو الجناين، لما ابو معاطي يشوف الاستاذ عمرو الجناين ما بيردش، ما بيكلمه، ما بيردش. شوف الدكتور جورج، اي حد يعني خلينا نقول ايه، ما بيردوش. حاول تاني خلينا نقول يعني يا استاذ سيف، السؤال لحضرتك، ازاي يعني ازاي نادي بحجم الزمالك ويعمل لجنه كبيره قوي تقعد مع ولد ما حدش يعرف عنه حاجه، ولا وكيل رسمي ولا معتمد ولا وبعدين يتحط اوفر في المجلس الاداره يعرضه رئيس النادي ويتاخد عليه تصويت، وناس توافق وناس ترفض، وفي الاخر يتاخد قرار، وبعدين ينزل في محضر مجلس اداره، وبعدين ينزل على الموقع الرسمي. اتفضل يا استاذ سيف. النهارده في ناس كتير كانت صايمه. تخيل انك انت صايم وقعدت مع صاحب مطعم وقال لك انا عندي بقى الفطار هجهز لك كذا وشويه شوربه سخنين وكذا وكذا، وبعدين فوجئت ان المطعم قافل. نفس الحكايه. عرض وتصويت وبتاع، وما فيش اصلا عرض. هي مش عايز الوم المسؤولين في مجلس اداره الزمالك، لكن عايز اقول دي سياسه او مناخ عام في نادي الزمالك على مر التاريخ. يعني من النادر انك تجد موضوع بيبدا وينتهي بالشكل القانوني او الشكل الاحترافي او بياخد المسار. بقول من النادر عشان ما اظلمش الناس، لكن في في الاطار العام او مجمل دايما مثل هذه الامور بتحدث. السؤال هنا في المجلس لما خدوا قرار بقبول استقاله الكابتن حسن شحاته، ما كانش موجود الكابتن حازم امام، كان مسافر، ولا الاستاذ ممدوح. لما رجعوا في الجلسه الثانيه كان الكابتن حازم موجود والاستاذ ممدوح، فحازم قال انا مش مختلف مع المجلس في القرار اللي خدوه بقبول الاستقاله بتاعت الكابتن حازم، بس يا جماعه المفروض ان لما يكون اي موضوع له علاقه بالكوره لازم اكون على الاقل زي ما احنا متفقين انا متواجد انا والكابتن ابراهيم كان موجود. فهم برضو ردوا ان الموضوع ده مساله قرار بيتاخد، قرار اداري، مش صفقه لاعب هنعيره او هنستعيره او هنبيعه. فانا النهارده بنقول طيب عندي مشكله شيكابالا وعندي موضوع، فين الكابتن حازم؟ عشان ما يرجعش يقول يا جماعه ازاي تتناقشوا موضوع له علاقه بكره القدم وانا مش موجود. يكلموه في تليفون، مش الدنيا مش هتقف عشان عاوز مجزره. لا الدنيا مش هتقف يعني. لا معلش، هو راجل عنده اعمال خاصه خلاص، يعني ولا مانع من احاطته علما بالتليفون يعني احتراما ليه وخلاص. ما فيهاش حاجه. هل تم ده برضه؟ ما هو انا بس انا باخد المساله واحده واحده. هل ده تم مع الكابتن حازم عشان يبقى عنده علم باعتباره برضه؟ هو اذا كان ما فيش موضوع يا استاذ سيف اساسا، اذا كان انت حضرتك قلت المطعم قافل ما انا عايز يعني اذا كان ما فيش موضوع. انا مش بقول ان هم، انا مندهش من الحكايه. انا مش بقول ان هم ياخدوا رايه في الموضوع نبيعه ولا نعيره، لان اصلا زي ما قلت لك المطعم اصلا قافل. بالظبط كده. وانا صاحب المطعم، او ربما ما فيش مطعم من اساسه. هو لا صاحب المطعم قاعد معايا. ما انا بقول لحضرتك قاعد وقال لك على الوجبه وهو اصلا ما عندوش لا اكل ولا اصلا فاتح المطعم. بالظبط. هي نفس الحكايه. انا بدي مثل بس عشان اقربه للساده المشاهدين. بس امر مش جيد يا استاذ، مش حلو ده. انا بقول لك ما هوش جديد، انا بس شايف ايه مناقشه وحضرتك مندهش ومستغرب. انا زعلان. لا انا زعلان جدا. ده مجلس اداره ويطلع قرار
ويسوي يحط لنا 3 بنود والراجل ده الراجل اللي هيثم قال كلمه وحشه في الاخر. لا هو الراجل قال لك اتخنقت، يعني اتخنقت من كتر ايوه ما الناس يعني عمالة لا هو قال كلمه مش حلوه. هو الراجل يعني النصار ده مش ممكن يكون جايب يعني ورقه تبع شركه والشركه لسه كان بقول لك الشيكابالا ماضي مع كريستينا. انا بتكلم عن الراجل النصار ده جايب عرض الشركه لسه هيلف بيه يعني ممكن يكون ورقه. هو قال انا وكيل شركه، قال لك انا وكيل شركه ايطالي. هيفضل يلف بيه وبتاع. سالته جبت مين لعيبه قبل كده ما جابش حد. هو ساله الاستاذ عز الدين الكلاوي قال له طب مش عارف ايه انت وكيل، قال له لا انا مش وكيل. امر يعني هو لما يطلع جايب ورقه بشركه، لما يطلع الوكيل ورقه جايبها بشركه الوكيل هي بتاعت شركه. هو لما يطلع الوكيل الرسمي اللي احنا نعرفه في القاهره بتاع شيكابالا اللي هو سمير عبد التواب يقول لك ما عنديش اي فكره عن الموضوع ورفض يخش سمير عبد التواب كمان خلاص لان الموضوع انتهى. طيب انا عندي سؤال يا استاذ فادي. هو شيكابالا اصبح ورطه داخل نادي الزمالك. وبرضه عايزين نقول يعني بصراحه يعني حسن شحاته يرفض وجود شيكابالا في الموسم القادم على الاقل طول ما موجود، وله الحق في ذلك. مظبوط. ما يزال برضه هناك من هم في داخل مجلس الاداره يعني بيحاولوا من قريب او بعيد ان تحصل هذه الموائمه بحيث ان شيكابالا يفضل وتمشي الامور فيما بعد، ولكن انا اصلا اجزم لك ان حسن شحاته رافض هذا تماما 100%. ما بين محاولات الموائمه وما بين موقف حسن شحاته الواضح الذي انا احترمه، واخد بالك، بيحصل هذا النوع من الاحلام او المحاولات او هي بقى النقطه دي اللي انا عايز يعني اخد فيها جزئيه صغيره. هل السيناريو ده سيناريو معمول علشان في النهايه يطلع شيكابالا يقول لا انا متمسك بالنادي، يقنعوا الاول الراي العام ان في عقد مع ميلان؟ هو ميلان ولا نابولي؟ نابولي ما تفرقش ميلان او نابولي. مارادونا لا فيه مارادونا ده نابولي. هل السيناريو ده معمول عشان احنا نصدقه كمصريين غلابه بقى، وبعدين يطلع شيكابالا يقول لك لا ده انا مش هروح نابولي، ده انا متمسك بالنادي، علشان يجيبوا الكابتن حسن يحطوه امام الامر واقع، ده ساب مليون يورو وساب مش عارف ايه وساب ايه وبتاع، خلاص بقى يا معلم وبتاع. هل ممكن ده يا استاذ؟ لا هو ده هل ممكن يكون ده سيناريو؟ ليه هو كان معروض ان احنا بنقول ان العرض ده جاي من نادي درجه ثانيه في ايطاليا، ده نابولي، ده بطل الكاس. ماشي. ده نابولي لعب فيه مارادونا. ايوه. فمين اللاعب اللي هيجي له عرض من نابولي يقول لك لا احنا متمسك بنادي الزمالك؟ احنا طيبين وهنصدق بقى. لا هي انا بقول لحضرتك الخلاصه ان الاداره في الزمالك مع احترام الكامل الاعضاء وفي ناس محترمين جدا كلهم، لكن المشكله طول ما الاستاذ ممدوح عباس علاقته مع شيكابالا علاقه ان هو حاسس ان هو وجوده في الزمالك امر مهم، انا اعتقد ان في امور كتيره في الزمالك هتمشي بنفس المشكله. نفس الحكايه. خلينا واقعيين وصراحه مع جماهير نادي الزمالك اللي بتتفرج علينا. المساله كلها ان هناك استاذ ممدوح عباس هنقول ان كل الناس بتحب شيكابالا في الزمالك، بس هو حبه لشيكابالا ازيد شويه، وده اللي ممكن يكون عامل كل المشاكل. ومن الحب ما قتل. ومن الحب ما قتل. نعم. هي المشكله كلها اللي بوضوح كده تكمن في الاستاذ ممدوح عباس، وان هو شايف ان شيكابالا ده الفرخه اللي هو ممكن تبيد ذهب للزمالك، ومع ذلك لحد وفين الذهب اللي جه قبل كده؟ ده احنا 7 سنين ما فيش بيضه. انا بقول لك ما جابتش جرام فضه، مش بالظبط كده يعني ما جابتش جرام فضه. فده التخيل اللي عنده والتصور عنده طول ما شيكابالا موجود، جماهير الزمالك موجوده والدوري ممكن يجي. ده التصور والتخيل اللي عنده اللي بيخليه ممكن يتصرف في يعني طبعا احنا محتاجين جدا جدا يعني فعلا نسمع حد من الزمالك، لانه كتير من المعلومات مش عندي يعني نشوف كريم حسن شحاته مثلا ممكن تحب يعني هم يا ريت الاستاذ ابو المعاطي يجيب لك ان اللي انا عايز هات لنا كريم حسن شحاته نساله يا اللي عايز اكد عليه انه يعني لو كان هذا السيناريو اللي بتتكلم عنه انه يبقى الناس امام الامر الواقع وانه شيكابالا يرجع. طيب شيكابالا فات قد ايه من وقت بعد الكارثه التي ارتكبها في المباراه بتاعه الزمالك والفاس المغربي؟ ما فات مده كبيره. ينفع عند اللاعب يركب على عند الاداره وعلى عند الجهاز الفني؟ يعني لو كان في شويه حياء باعتذار بحضور بالتماسات بمهرجانات باي علاقات، اقدم اي حاجه بعد اللي انا ارتكبته بحيث ان انا على الاقل يعني لما ابقى اخش تمشي بالظبط كده، مش كده. لكن اما وانه
يختفي ويتمرد ولا يعتذر ويتحدى والى اخره، وبعدين تقول لي ان انا ده سيناريو عشان كإدارة يرجع. بعمل سيناريو عشان ارجع، يبقى انا لا مؤاخذه يعني ما ينفعش. والله يعني الحقيقة المحكمه اتنورت حضرتك؟ نورت 100%. وانا طبعا يعني يعني مش عايز اقول بعتذر، لانه من حق الراي العام ان هو يعرف. طب بس مش عايز حد من مجلس اداره الزمالك يكون زعلان من يعني ان انا اثرت هذا الامر واصريت على اظهار الحقائق امام الراي العام. الاخ محمود نصر امبارح قال لي 48 ساعه، عموما فات 24، فاضل بكره ربما يفاجئنا بقنبله. لكن واضح من كلام هيثم من امريكا، واضح من كلام ريكاردو المدير التنفيذي لنادي نابولي، وسمعناه بكلمه نو 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 نو. يعني انت عارف الاجانب لما يقول لك نو 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 دي يعني انت، وبعدين قال لك في الاخر ختم بكلمه دمها تقيل، وبعدين قال لك كريستينا اللي هو ماضي معاها شيكابالا تسوقه في ايطاليا ال 31/8 ما عرفتش تجيب له ولا نادي درجه ثالثه في ايطاليا. يمكن نصار هيقابل كريستينا ويظبط معاها، مش جايز؟ مش جايز نصار يقابل كريستينا ونسقوا مع بعض في الموضوع. لا بكلمك. طيب يعني احنا مش عايزين نتكلم اكتر من كده، لكن بمنتهى الصراحه هذا امر معيب كده من الاخر. طب ما تستنى لغايه 24 ساعه جايز تحصل المعجزه. هذا امر معيب. يعني العنوان بيبان من او الجواب بيبان من عنوانه، وواضح وضوح. وبعدين عدم رد ولا حد من مجلس الاداره. لا طب الكابتن ابراهيم كابتن ابراهيم كان معايا امبارح وقال بوضوح. قال ايه طيب؟ قال الاستاذ ممدوح عباس عرض علينا في قلت له طب هل عرض عليكم ورق؟ هل في ايميلات؟ هل كذا؟ قال لي لا على الهوا. قاله الاستاذ ممدوح، وانا كلمت 2 3 برضه من الاعضاء قالوا نفس الكلام ما بيني وما بينهم. يعني الاستاذ ممدوح عرض العرض ده، والاوفر مكون من 3 4 بنود، واتثبت في مجلس الاداره وتم التصويت عليه واتحط بند جوه مجلس الاداره. يبقى انا هنا ما بلومش اعضاء مجلس الاداره يا كابتن. ما بلومهمش، لان انا المفروض ان انا لا انا الومهم. لا يا كابتن مدحت دقيقه واحده. فين الورق؟ هقول لحضرتك وانا عضو مجلس. هقول لحضرتك على حاجه. لا ازاي ده انا بيجي لي لعيب ده عشان اعاره لعيب نص لبه الورق بيخش مجلس اداره عشان كده المفروض ان في ثقه فين في الورق؟ الرئيس. ازاي في ثقه في الرئيس يا كابتن. طب ما تعرض عليا ورق يا بعد كابتن اذنك. مدحت احنا قاعدين دلوقتي وحضرتك قلت يا جماعه بكره في القناه اجتماع الساعه 7 وان هيحضر فلان وهتقعدوا معاه وهنناقش كذا، المفروض انا اصدقك. انا مستعد اقول كده، لكن لو قلت ان المرتبات زادت كذا وكذا وفي قرار هتقول لي طب وريني القرار. لا معلش، بس أنا المفروض ان انا بصدق رئيس مجلس الاداره. بس انت هتقول لي بكره قاعده وعشاء لما يجي رئيس مجلس لا لما يجي رئيس مجلس الاداره ويقول يا جماعه عندنا في عقد جاي كذا 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 وبنوده كذا وبيشرح التفاصيل، انا لازم اصدقه. نعم. ده احتراما ليه لازم اصدقه كمان. نعم. ده حتى لو انا عندي شك انا اتكسف اقول له وريني ورق. لان المفروض ان انا بثق فيه، والمفروض رئيس مجلس اداره الزمالك مش هيقول كلام من خياله. نعم. فالمفروض ان في ثقه. فانا لا الوم، انا شخصيا دلوقتي لا الوم اي عضو من اعضاء مجلس الاداره طالما اللي عرض ده رئيس مجلس اداره النادي، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذ ممدوح عباس. لما يقول يا جماعه ان في عرض كذا وتفاصيله 1 2 وبالارقام والعرض لمده كذا والاعاره لمده كذا، لا لازم اثق فيه. طيب